السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير. ما شفت أجبن وأضعف من العرب والمسلمين، يتحاربون فيما بينهم، وكل دولة تريد أن تفرض على الدولة الأخرى هيبتها. هذا حرق العراق، وهذا دمر في اليمن، وذاك ولع في سوريا ولبنان. وسبحان الله تخرج الأسلحة والمعدات الثقيلة والدبابات، حتى الصواريخ التي تمتد لآلاف كيلو المترات يستخدمونها في حربهم. ولكن عندما يصل الأمر إلى فلسطين تنتهي كل هذه العنتريات وتختفي فجأة الأسلحة والصواريخ، لأن العدو هو الكيان الصهيوني، الطفل المدلل للمعذب أمريكا وبريطانيا. الحين صار لنا من بداية الحرب على غزة تقريبا شهر، 9000 شهيد، هذا غير المصابين والجرحى والمهجرين. ولحد الآن لم تتحرك النخوة أو الغيرة الإسلامية العربية. هذه أمة لا يرجى منها النصر إلى حين، لكن ثقوا تماما بأن هذه الأمة تمرض ولا تموت. في السابق مرضت هذه الأمة ثم تعافت وفتحت القدس في عهد الفاروق عمر رضي الله عنه، ثم مرضت هذه الأمة وتعافت واسترجعت القدس على يد صلاح الدين الأيوبي. والقصص والشواهد كثيرة، وبمشيئة الله القدس سوف ترجع إلى أحضان الأمة الإسلامية رغم أنف أمريكا والكيان الصهيوني وخنازيرهم من العرب. السلام عليكم.